السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نشارك معكم كريب اللي وجدو ولدي، كيجي لذيذ وخفيف متناول الجميع. نتمنى تجربوه ويعجبكم. وجد معاه واحد العصير بالحليب والبنان والفريز، حتى هو جا لذيذ. ندوزو المقادير. عندنا 500 مليلتر ديال الحليب، ونزيدو معاهم 4 البيضات، نزيدو معاهم 300 غرام ديال الدقيق، عندنا 2 معالق ديال السكر كبار اختياريين، وواحد الفاني، وعندنا الزبده مذوبه 50 غرام، واحد الرشيشه د الملحه. غادي ناخذ واحد زلافه نخلطوا فيها الطحين، نزيدوا عليها السكر والفاني، المهم كاع الحوايج اللي ناشفين نزيدوهم على داك الدقيق. زدنا السكر، نرشوا واحد رشيشه د الملحه غير خفيفه، ما تكونش بزاف باش ما يجيوش بزاف مالحين، باش يشد يعطي ديك المذاق ديالو. نزيدو الزبده تكون دايبه، قلنا 50 غرام، نزيدو 4 البيضات، نزيدو عليهم 500 مليلتر ديال الحليب نص يطرو، ونطربوهم بالطراب اليدوي مزيان حتى نخلطوا هذاك الشيء كامل. ومن بعدها عاد غادي نستعملوا الخلاط الكهربائي باش ما يبقاوش فيه الحبيبات. دابا كيف ما كتشوفوا غادي نستعملوا غير الخلاط اليدوي. وراه ولدي اللي كيدير لي كريب دائما كيجيو زوينين تبارك الله عليه، الله يحفظه ليا، كيديرهم زوينين. نتمنى تجربوهم وتشجعوه، ونتمنى تعجبكم المنشورات اللي كندير، وغير قبلوا عليا. كيف ما كتشوفوا معايا كيخلط بالخلاط، دابا غادي يخلط بالخلاط كهربائي مزيان باش ما يبقاوش الحبيبات، تتولي العجينه ليس يعني رطبه، وما يكونوش ثقال. تبعوا غير المقادير اللي عطيتكم، راه كيجيو هائلين، كيجيو زوينين بزاف وخفاف. وكنقدروا نستعملوهم حتى لي كريب مالحين، غير نحيدوا السكر ونزيدوا شويه الملح على حسب الذوق. يبغى يدير كريب مالحين يعمرهم بتعميره مالحه، يعني كفته ولا دجاج، ولا يعوض السكر يحيدو ويزيد الملحه ويحيد الفاني. وكيف ما كتشوفوا هو كيخلط. من بعد ما غادي نخلطوهم ديك المقادير مزيان، غادي تعطينا واحد العجينه ناعمه بزاف. غادي نخليوها ترتاح شويه، واحد 10 دقائق ولا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هكا جات العجينه خليط يرتاح واحد 10 دقائق. هنا من بعد ما ارتاح غادي نبداو نطيبو. غادي ناخذوا المقله ديال لي كريب ولا المقله عاديه اللي ما متوفراش عنده، نخليوها تسخن مزيان ونخويو فيها الخليط. وهذا هو الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا راه تزيين دارو ولدي بالموز والنوتيلا سكر كلاصي، ورافقوا لنا بهذا العصير ديال البنان الحليب، وزينوا برقائق اللوز. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وتشجعوا ولدي، ونتمنى منكم بارطاج واعجاب، وخليوا لي شي تعليق على الكريب ديال ولدي. وشكرا بزاف.